حبايبي، طلعة سريعة كده ساعتين العصر ما شاء الله، المية فوق 10/10. الحمد لله ربنا رزقنا بسمكتين حلوين، المية شغالة كويس. كل يعني المية الحمد لله ربنا كرمه وكله تراب. اللي حابب ينزل، بس اللي ينزل في بحر يكون مشخشن، يعني بص ارتفاع الموج الريح، مينزلش في بحر عدل اللي هو الحصيرة، مش هتاخد حاجة. واللي حابب ينزل الصبح بدري بعد الفجر استراحة، او ينزل تمسية زي ما انا بنزل كده قبل العصر بساعة، ان شاء الله ربنا هيكرمه. الله المستعان. اقول لكم ايه، النهارده انا كنت شغال عقر وشغال بولولي، السمك اللي هو الزريعه الصغير اللي بيتلقف ده، انا صورته لكم، صورت طريقه التطعيم ما شاء الله، طعم حي ان شاء الله. في اخر الفيديو هسيب لك دليل شامل، طريقه صيد الميرا، الغلنفيش، السمك العايم كله اللي شغال اليومين دول ان شاء الله، هتلاقي كل حاجه بالتفصيل في اخر الفيديو. فاللي حابب ينزل اليومين دولت ما شاء الله يتكل على الله، بس اهم حاجه ينقي وقت يكون مناسب. خد معاك دود نار وعقر، ولو عرفت تاخد نطاط حي، او لو بتلقط زينا كده عندنا على اللسان في بتاع ال21 اللي هي الزريعه الصغيره اللي هي ابو اللون، هتخش عليك السمكه الكبيره ما شاء الله. انا مسكت مرايه حلوه على العقر، ومسكت شجره على ابو اللون، فما شاء الله الميه شغاله، وربنا يرزق الجميع. حبايبي سامحوني بقى، ما عرفتش اصور السمك على الميه، المدارس بدات وطلعت اصطاد لوحدي وما عرفتش اصور. حتى السمكه الكبيره المرايه دي صورتها، واحد صورني وانا بجيبها بس ما فتحش الفيديو، فسامحوني. بس زي ما اتفقنا ان اهم حاجه في فيديو الصيد المعلومه. فالنهارده الحمد لله ربنا رزقنا، تعالى كده يا يوسف، بص يا جماعه، ربنا رزقنا بالمرايه دي على عقر، والشجري دي على بلول. هتشوف الفيديو ان شاء الله طريقه تطعيم ابو اللول وشكله، عشان كان كذا حد سالني على ابو اللول. والكام غلنفيشه دولت، بس انا لما رحت الغلنفيش شغال ما شاء الله ورا بعضه على العقر، خدت الكام حته دولت وخدت المرايه دي على العقر، بس كذا حته سمك ياما طلع على ابو اللول على الطعم الحي، فرحت جاي مغير على اساس امسك سمكتين عدلين، فربنا كرمني بالسمكه الشجري. فان شاء الله نرجع كده يوسف، اللي ينزل يحاول يصطاد بطعم حي. الميه ما شاء الله فيها ميرة كبيره وشجار كبير، بس عايز طعمايه حيه، يا اما بسارية ابو اللول زي ما احنا بنصطاده، او نطاط حي. دول افضل طعميتين للاحجام الكبيره. غير كده خد معاك رقم واحد العقر، هيخش عليك الغلنفيش والميرة ما شاء الله، الاحجام اللي هي الكفاف الوسط، وهيغلط معاك زي الاحجام اللي انا بجيبها دي، حتى في الفيديوهات اللي فاتت واخد على عقر. وخد معاك دود نار ماسك عليه مرمار خشابي والدنيس في الليكس، وان شاء الله برضو في اخر الفيديو هتلاقي دليل كامل عن كل حاجه تخص طريقه الصيد. ان شاء الله مكملين.